هلو شون. انا فراو نورة وانت بتشوف فيديو تاني من سلسلة كورس النطق والقراءة باللغة الألمانية. يلا بينا نكمل. كنا في الفيديو الأولاني أخدنا الحروف وهنكمل دلوقتي باقي الحروف، والحرف اللي معانا دلوقتي هو حرف ال. طيب، لو انت اول مرة بتشوفني وشفت الفيديو دوا وما كنتش شفت الفيديو الاولاني، اول حاجة ما تنساش انك تشترك في القناة وتفعل الجرس لو كنت عاوز تتعلم الماني. القناة دي هتفيدك جدا في تعلم اللغة الألمانية، والفيديو اللي انت بتشوفه دوا أصل من سلسلة فيديوهات لكورس تعلم النطق والقراءة باللغة الألمانية بأسهل طريقة. طيب، خلينا نقول الطريقة اللي احنا ماشيين بيها هو ان انا بقرأ الحرف وبقول لك صوته عامل ازاي، وبعد كده بديك امثلة عليه، بقوله لوحدي مرة وتاني مرة انت اصول بتكرر معايا. يلا بينا نبدأ. ال ال زي lieben. lieben lieben يعني يحب. lesen lesen يعني يقرأ. leiter 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 يعني قائد. طيب، ام يعني من، رجل. ام في يعني قلنا من. ام في من. morgen machen من، رجل. morgen يعني صباحا. machen يفعل، وده فعل اسمه يفعل. طيب، خلينا نكرر تانية وتكرر معايا. ال lieben lesen leiter. برافو عليك. من morgen machen Nacht. حرف يقرأ Nacht ليلا. Nacht. Nase أنف. Natur طبيعة. طيب، نقرأه مرة كمان وتعيد معايا. يلا بينا. hör zu und sprich nach يعني اسمع وكرر ورايا. يلا بينا. N wie Nacht. Nase Natur. برافو. O wie Obst. Orange. Obst يعني فاكهة. Orange يعني إما اللون البرتقالي أو برتقالة، ليها معنيين. مرة كمان. Obst Orange. طيب، يبقى كده احنا أخدنا حرف L M N O. هناخد دلوقتي حرف ال P. الحرف بين ال P وال B، لو انت كنت بتتعلم اللغة الإنجليزية وانت متقن اللغة الإنجليزية فهيبقى بالنسبة لك الموضوع ده سهل. طب لو انت ما كنتش متعلم اللغة الإنجليزية فأكيد هتبقى عندك مشكلة انك هتلخبط ما بين الحرفين دول P وال B. طيب، وهنا يجي السؤال، هقرأهم ازاي صح؟ ال P، فلنفرض ان انا دلوقتي هجيب ورقة صغيرة خالص، ماشي، وهمسكها وهقول P. ايه اللي هيحصل وانا اقول ال P؟ تمام، هيحصل ان الورقة هتتحرك لاني بطلع هوا من بقي. P. جرب كده، جيب ورقة وجرب وحاول معايا هتلاقي P، لكن B ما بيطلعش هوا من بقي. بقول B الورقة ما بتتحركش، لكن P الورقة بتتحرك. تمام، وبكده تقدر تتقن الفرق ما بين الحرفين دول P و B. طيب، خلينا بقى ناخد الأمثلة لحرف ال P. party يعني حفلة. Partei حزب. Partei Problem مشكلة. مرة كمان. Party Partei Problem. Partei Problem. يبقى P wie Party. P wie Partei. P wie Problem. طيب،
والحرف اللي بعده هو كو. كو اسمه ايه؟ كو. ولكن هو دايما الحرف ده هو بيجي في اللغة الألمانية مع حرف الأو. كو. طيب المهم ان الحرفين دول لما بيجوا مع بعض بيتنطقوا كفا. 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 ناخد مثل عليه كفاليتيت. كفاليتيت. كفاليتيت الجودة. كفاليتيت. كفالة. كفالة. طيب كفاليتيت يعني الجودة، تمام. كفاليتيت حاول تكرر معايا كفاليتيت، تمام. لكن كيفالة. كيفالة يعني ايه بقى؟ كيفالة كيفالة يعني الجيلي فيش اللي هو قنديل البحر. كيفالة، تمام. طيب ندخل على الحرف اللي بعده ار. ار. طيب حرف الار ده في اللغة الألمانية ساعات نسمعه غ وساعات نسمعه ر عادي، يا اما يا اما ر يا اما غين. امتى كده وامتى كده ده نتعلمه مع بعض، بس هو اسمه ار. ار. زي بقى مثل غوت. غوت. غوت يعني ايه؟ غوت. غوت يعني احمر. غوت. غنن. غنن يجري. غنن يجري. غشتش. غشتش صح. مرة كمان ار في غوت. اقرأ معايا غوت. غنن يجري، فعل يجري. غنن. غشتش صح. غشتش صح. طيب خليني قبل ما اكمل ان انا اختبركم في الجزء الاولاني. احنا اخدنا MNOPQR، تمام. طيب هبدا ان انا اقول لكم كلمه وانت تقول لي الكلمه دي بتبتدي بحرف ايه. يلا بينا. خلينا نخبي كده بس. اول كلمه معانا وهي غوت. غوت. يا ترى اول حرف من الكلمه دي بيبتدي بايه؟ غوت. اجابه صحيحه حرف الار. طيب المثل التاني معايا هي اوبست. اوبست. يا ترى الكلمه دي اول حرف منها بيبدا بحرف ايه؟ برافو، او. طيب مثل تاني معانا هو الاخير من. من. حاول انك تفكر. من. اجابة صحيحة بيبدأ بحرف الام. طيب وبكده نكون خلصنا اختبارنا للجزء الاول، وخلينا نكمل. بعد حرف الار عندنا اس. اس. طيب حرف الاس هتلاقي ان انا في كل كلمه بقراه بشكل مختلف. برضو زي ما انا قايله لكم، اي حاجه معموله بالهايلايت بيبقى ليها شرح قواعدي، ليه بقراها مره كده وليه مره كده. فكل اللي عليك تعمله انك ما تستعجلش. الهدف من الفيديو ده هو انك تعرف الحروف وتاخد كذا مثل عليها وتذاكر الكلمات، ولكن مش مهم انك تحفظ الكلمات قوي على قد ما انك تعرف قراءه الحرف دي بتكون عامله ازاي، وتبقى فاهم ان الحرف ده مثلا لو عليه هايلايت ممكن يتقرا باكتر من طريقه. ليه بقى اكتر من طريقه؟ ده اللي هتتعلمه في المره الجايه. يلا بينا. اس زي ذهن. ذهن. انت سامع حرف الزين دلوقتي وده صحيح. ذهن يعني ايه؟ ذهن يعني يرى. Sonne. Sonne يعني شمس. schlafen. schlafen يعني ينام، وده فعل ينام، لكن ذهن فعل يرى، وزنا يعني شمس. خلينا نكررهم تاني مع بعض. ذهن. ذهن. Sonne. Sonne. schlafen. schlafen. الحرف اللي بعده هو حرف التي. تي. طيب خلينا ناخد مثال عليه. تش يعني طاولة. تش. أو تليفون. تليفون. تيغة. تيغة. طيب تش يعني طاولة، تليفون هو الهاتف مش الموبايل، الهاتف. تيغة حيوانات. طيب
سؤال برضو ممكن يراودك دلوقتي، هو حضرتك دلوقتي قلتيلي هو تليفون يعني هاتف مش الموبايل اللي بمسكه، امر الموبايل اسمه ايه بالالماني؟ اسمه هندي. هندي جاي من كلمة هاند يعني ايد. هندي. بحط بس ايه ابسلون، خليني ان انا اكتبها لك على جنب برضو عشان تشوفها. هندي. داس هندي، اديته داس. طيب خلينا نكمل. او زي Mutter. Mutter. Uhr. Uhr. Mund. Mund. طيب خلينا ان احنا نقرأهم مرة تانية. Mutter الأم. Uhr الساعة. Mund الفم. طيب الحرف اللي بعده فاو، صوته اسمه فاو. فاو. تمام. بيقرأ ب ف. فوجل. فوجل. يبقى الحرف اسمه ايه؟ فاو. بيديني صوت ف. ف. فوجل. عصفورة. فاتا الأب. فيديو. فيديو زي الفيديو انت بتشوفه دلوقتي. مرة كمان فوجل يعني عصفورة. فاتا الأب. فيديو. جيد جدا، وزي ما قلت لك عليه هايلايت يعني ليه شرح. ندخل على الحرف اللي بعده في. في. محدش يقول لي دبليو، ده مش لغة إنجليزية، دي لغة ألمانية. في اللغة الألمانية الحرف دوا ينطق في. فاسا. سامع الف؟ فاسا. فيتا. فاس. فاسا. فيتا. فاس. فاسا يعني ماء، مية. فيتا يعني طقس. فاس يعني ماذا. اكس. اكس. اكسليفون. اكسليفون. وعندنا الثلاث حروف دول مع بعض بيتقروا اكس زي سي ها اس، التلاتة دول بيتقروا اكس. تمام. اكس. فوكس. فوكس اللي هو الثعلب. زكس. زكس اللي هو رقم 6 بالألماني. زكس. فوكس. اكسليفون. تمام. خليني ان انا قبل ما اكمل ان انا اختبرك في الحروف اللي احنا لسه متعلمينها مع بعض دلوقتي، من اول حرف الاس تي او فاو في اكس. طيب خليني ان انا اقول بعض الكلمات وانت تقول لي الحرف اللي بيبتدي منها هو ايه. خليني ان انا اعمل كده بس عشان ما تبقاش شايف. اول كلمة وهي موتا. موتا. يا ترى الحرف الاولاني هو حرف ايه؟ حاول تفكر. إجابة صحيحة ام. ام. ناخد مثل تاني. تش. تش. يا ترى الحرف الأولاني هو إيه؟ تي. تي.